السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم معايا النهاردة في قناة المتواضعة، ومكملين مع بعض في سلسلة حل كتاب الامتحان لمادة الكيمياء. ووصلنا الحمد لله لأول درس في الفصل الثاني من الباب الرابع. نبدأ مع بعض بحرارة الذوبان. أول سؤال بعد ما حلناه لقينا إن التسجيل ما كانش شغال، فمعلش نحله من الأول. بيقول: عند إذابة مول من ملح يوديد البوتاسيوم في الماء انخفضت درجة حرارة المحلول، وهذا يعني أن هذه العملية معنى أن درجة الحرارة تنخفض يبقى التفاعل ماس للحرارة. يبقى الحرارة انخفضت ليه؟ الجسم درجة حرارته بتنزل عشان ياخد طاقة حرارية من الوسط المحيط. يبقى التفاعلات الماصة للحرارة درجة حرارتها بتنزل، التفاعلات الطاردة للحرارة درجة حرارتها بترتفع. يبقى معنى ان درجة الحرارة انخفضت يبقى التفاعل ماص للحرارة، وفي نفس الوقت قيمة دلتا اتش ليها هتكون موجبة، لان التفاعل الماص دلتا اتش موجب، التفاعل الطارد دلتا اتش سالب، وده من الدرس اللي فات. يبقى اختيار رقم ألف. في المعادلة الحرارية يسمى التغير الحراري المصاحب لهذه العملية بحرارة. مبدئيا لما اجي اشوف ايه اللي حصل هلاقي عندي NH4NO3 نترات امونيوم اتحولت ل NH4 موجبه و NO3 سالبه. يعني كان معايا مركب ايوني اتحول لايون موجب وايون سالب، كان صلب بقى اكويس، محلول مائي في وجود الميه. كل الكلام ده بيقول ان انا معايا عمليه اذابه او عمليه ذوبان. يبقى الحراره الناتجه بتاعتي او التغير في المحتوى الحراري هنا بسميه ايه؟ حرارة ذوبان. طيب قياسية؟ قياسية. ايه دليلك؟ دليل ان هو دلوقتي حاطط لي 1 مول وفي نفس الوقت حاطط لي دلتا اتش نوت، اللي هي ايه؟ ما بنحطش علامة النوت غير في الحالة القياسية. يبقى بناء عليه حرارة الذوبان القياسية. المعادلات الحرارية التالية تعبر عن تغيرات فيزيائية حرارية ما عدا، وناخد بالنا ان كلمة ما عدا يعني عايزين اللي ما ينفعش. فأول واحدة عندي NaCl كان سوليد، كلوريد صوديوم صلب، اتحول لأيونات صوديوم سائلة وأيونات كلور سائلة. يبقى إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنا كان معايا ملح صلب، عملت له عملية إسالة أو عملت له عملية انصهار، فتحول من حالة صلبة لحالة سائلة. الكلام ده تغير فيزيائي تنفع معايا. طب هنا HGO أكسيد زئبق اتحول لزئبق وأكسجين. لا ثانية واحدة بعد إذنك، ده ما ادانيش أيونات. يعني دول أنت كلوريد صوديوم اتحول لصوديوم وكلوريد، لا ده اتحول لأيون صوديوم وأيون كلوريد، فعشان كده قلت عليه تغير فيزيائي، لأن ما زالت حالتهم الكيميائية كل واحد فيهم عنده الشحنة الموجبة بتاعته أو السالبة بتاعته. إنما الراجل ده لا، ده اتفكك خالص لعنصرين أساسيين. يعني ده كده تفاعل كيميائي مش تغير فيزيائي. أنت كده اديتني مادتين جداد، يبقى ده غلط. I2 solid اتحول ل I2 vapor من صلب لبخار، ده تغير فيزيائي. NaOH plus H2O اداني NaOH aqueous، ده كده اللي هو ايه؟ انا حطيت هيدروكسيد الصوديوم في الميه فاداني محلول هيدروكسيد صوديوم. هو هنا كان محلول، انا زودت له ميه، يبقى معنى ذلك ان انا زودت التخفيف او قللت من التركيز بتاعي، يبقى برضه تغير فيزيائي. يبقى ده الوحيد اللي عبارة عن تفاعل كيميائي، وبالتالي هو ده الاختيار الغلط. أي المعادلات الآتية تعبر عن حرارة الذوبان القياسية لملح نترات الفضة في الماء؟ ذوبان يبقى المفروض كان معايا الملح صلب وتحول لمحلول ملح، صح كده؟ يبقى الراجل ده غلط والراجل ده غلط، ده قبل ما نتكلم في أي حاجة. ليه؟ لأن هو مديني هنا أيونات اتحولت للملح. لا، أنا المفروض عندي الملح صلب وتحول لمحلول ملحي أو لأيونات ذائبة في المية. طيب نبص هنا بقى. أولا AgNO3 سوليد اداني Ag سالب. لا حضرتك، ده الفضة ده بيكون موجب، تبقى دي غلط. طب AgNO3 اداني Ag موجب وNO3 سالب والدلتا H، الراجل ده صح، تبقى اختيار رقم د. ما قيمة حرارة الذوبان المولارية لكلوريد الكالسيوم CaCl2 في الماء
علما بأن التغير في المحتوى الحراري الناتج عن ذوبان 1.1 جرام منه لتكوين لتر من المحلول يساوي سالب 0.8 كيلو جول. المفترض دلوقتي ان دلتا اتش حرارة الذوبان بشكل عام كانت بتساوي دلتا اتش نوت اللي هي حرارة الذوبان القياسية او المولارية ضرب ان اللي هو عدد المولات. طب اذا كان هو مديني دلوقتي الدلتا اتش ومديني الان وعايز مني الدلتا اتش نوت، يبقى دلتا اتش نوت هتساوي دلتا اتش على عدد المولات. يبقى هتساوي اول حاجه الدلتا اتش بسالب 0.8. عدد المولات هتحسبها منين؟ هتحسبها من العلاقه الكتله الكليه على الكتله الموليه. الكتله الكليه ب1.1 تقدر تعمل كسر تاني او تقدر تعملها على، بس تفتح قوس الله يبارك لك عشان ما نروحش في داهيه. كلوريد كالسيوم ومديني الكتل بتاعتهم، يبقى الكالسيوم ب40 والكلوريد ب35.5 وهنضربه في 2. بس ده كل اللي انت هتكتبه. نفذ بعد اذنك. يبقى سالب 0.8 على 1.1 تقسيم 40 زائد 35.5 ضرب 2. نقفل القوس. هتساوي سالب 80.73. اختيار رقم ج. ده التغير في المحتوى الحراري الناتج عن ذوبان 2.8 جرام من البوتاسا الكاوية في الماء، علما بأن حرارة الذوبان المولارية للبوتاسا الكاوية تساوي كذا. طب أنا دلوقتي مديني الدلتا اتش نوت وعايز مني الدلتا اتش، يبقى باختصار هنقول دلتا اتش هتساوي الدلتا اتش نوت ضرب الان ضرب عدد المولات. طيب الدلتا اتش نوت اللي هي مين؟ سالب 5.5 ضرب عدد المولات اللي هي تكون عبارة عن الكتلة الكلية على الكتلة المولية. الكتلة الكلية 2.8 على الكتلة المولية المفروض هيدروكسيد بوتاسيوم، يعني البوتاسيوم ب39 زائد الأكسجين ب16 زائد الهيدروجين ب1 ونقول يساوي، تطلع سالب 2.925 كيلو جول. اختيار رقم ألف. ما حرارة الذوبان المولارية لبروميد الليثيوم إذا علمت أنه عند إذابة 17.36 جرام منه في كمية من الماء لتكوين 1 لتر من المحلول ارتفعت درجة الحرارة بمقدار 2.3 درجة سليزيوس. طيب احنا مبدئيا برضو نفس الكلام، معانا الدلتا اتش بتساوي دلتا اتش نوت ضرب الان، فزي المسألة اللي قبلها هنقول يبقى الدلتا اتش هتساوي دلتا اتش على الان. المطلوب بقى نحسب الدلتا اتش ومطلوب مننا نحسب الان. ارتفعت درجة الحرارة يعني التفاعل طارد للحرارة، يعني الدلتا اتش بتاعته هتكون سالبة، فنقدر نقول ان الدلتا اتش بتساوي سالب الكيو بي. هات الكلام بتاعه وعوض، يبقى معنى ذلك نقدر نقول ان الدلتا اتش هتساوي سالب ام سي دلتا تي. يبقى دلتا اتش نوت هتساوي مين معاك؟ اول حاجه السالب بتاعتنا. الماس بيقول لي انا كونت 1 لتر محلول. 1 لتر محلول يبقى نعتبر ان ال1 جرام او ال1 ملي لتر بيساوي 1 جرام وال1 لتر بيساوي 1 كيلو جرام. يبقى معنى ذلك ان الكتله بتاعتي بالجرام هتساوي 1000
جرام، ارتفعت، وبعد كده السي بتاعتي هتكون نفس السي بتاعت المية على اساس ان الذوبان كان في المية، يبقى ضرب 4.18 ضرب التغير في درجة الحرارة اللي هي دلتا تي، قال لي ارتفعت، يبقى هتبقى موجبة يعني 2.3. في نفس الوقت الكلام ده كله هيطلعها لي بالجول، واحنا عايزينها بالكيلو جول، يبقى هنقسم على 1000. يبقى ال1000 هتروح مع ال1000 وانتهى امرها، يبقى 4.18 ضرب 2.3. كده الدلتا اتش على الان. الان اللي هو عدد المولات. طب انا حطيت كام مول؟ 17.368، يبقى 17.368 على الكتلة المولية بتاعتي، مديها لي على طول من غير حسابات، 86.84. نفذ بعد اذنك. يبقى سالب 4.18 ضرب 2.3 على 17.368 تقسيم 86.84 يساوي سالب 48.07. 48.07 اختيار رقم د. يعبر عن ذوبان ملح كلوريد المغنيسيوم في الماء لعمل محلول مشبع بالمعادلة التالية. ما كمية الحرارة المنطلقة عند ذوبان 19 جرام من كلوريد المغنيسيوم في الماء للحصول على محلول مشبع؟ تاني ونوضح لبعض. أنا دلوقتي المفروض الدلتا اتش بتساوي دلتا اتش نوت ضرب مين؟ ضرب الان. معايا الدلتا اتش نوت وهضربها في الان. الدلتا اتش نوت عندي بكام؟ سالب 155 ضرب الان عندي، هنحسب الكتلة الكلية على الكتلة المولية. الكتلة الكلية 19 على الكتلة المولية 95 جرام هتساوي، تطلع بسالب 31، يبقى سالب 31 كيلو جول. بس خد بالك بقى، هو بيقول لي عايز التغير في المحتوى الحراري ولا عايز الحرارة المنطلقة؟ التغير في المحتوى الحراري هيكون بسالب 31، لكن الحرارة المنطلقة اللي هي الكيو بي، يبقى الحرارة المنطلقة دي كده هو عايز مين؟ الكيو، أو عايز مقدار الحرارة، ملوش دعوة بالإشارة. هو بيقول لي أنا عايز أعرف انطلق قد إيه. تمام؟ زي مثلا لما أجي أقول لك أنت رصيدك في البنك سالب 10 جنيه، يبقى أنت كده مديون للبنك بقد إيه؟ ما تقوليش سالب 10 بقى، أنت كده مديون بقيمة 10 جنيه. نفس الكلام. الكيو أو الكمية الحرارية اللي إحنا عايزينها هتكون موجبة، لأن أنا بسأل على كمية الحرارة، ما بتكلمش على التغير في الحرارة. يبقى كمية الحرارة بتاعتي هتكون موجب 31 كيلو جول. يبقى ناخد بالنا هتبقى ألف مش باء. إذا كانت طاقة فصل جزيئات المذاب عن بعضها دلتا H1، وطاقة فصل جزيئات المذيب عن بعضها دلتا H2، وطاقة الإماهة دلتا H3. إحنا اتفقنا إن أي عملية فصل بتكون مصة للحرارة، وبالتالي الدلتا اتش بتاعتها بتكون موجبة. وأي عملية اندماج بتكون طاردة للحرارة، وبالتالي دلتا اتش بتاعتها بتكون سالبة. يبقى فصل جزيئات موجب، فصل جزيئات موجب، إماهة يعني اندماج الأيونات أو الجزيئات بالماء سالب. تعال ننفذ حضرتك. يبقى دلتا اتش 1 موجبة هتبقى أكبر من الصفر، أكبر من الصفر، أقل من الصفر. أقل من الصفر غلط. تعال لي هنا في رقم ب. أقل من الصفر غلط. أكبر من الصفر ماشي. دلتا اتش 2 أقل من الصفر غلط. دلتا اتش 1 أكبر من الصفر، دلتا اتش 2 أكبر من الصفر، دلتا اتش 3 أقل من الصفر، يبقى اختيار رقم ج.
تسمى عملية الإذابة بالإماهة إذا كان المذيب المستخدم هو. في حالة إن أنا بقول عملية إماهة حتى من اسمها يبقى إحنا بنتكلم على مادة دايبة في المية، فيبقى اختيار رقم د. عملية الإماهة هتكون طاردة للحرارة ولا ماصة للحرارة، ولا قد تكون طاردة أو ماصة، ولا لا يصاحبها تغير حراري؟ مبدئيا إحنا عارفين إن أي تغير فيزيائي أو كيميائي أو تفاعل كيميائي لازم يكون معايا تغير في المحتوى الحراري، يبقى دي كده غلط مش هنتكلم فيها. طيب هو طارد للحرارة ولا مص للحرارة؟ قلنا إن في عندنا عمليات إذابة طاردة للحرارة زي ذوبان هيدروكسيد الصوديوم في المية، وفي عندنا عمليات ماصة للحرارة زي ذوبان ملح الطعام في الماء. فيبقى النتيجة الأساسية بالنسبة لي إن هي قد تكون طاردة وقد تكون مصة. أي مما يأتي تكون قيمته هي الأكبر في الذوبان الطارد للحرارة. في حالة إن الذوبان طارد للحرارة يبقى أكيد الطاقة المنطلقة أكبر من الطاقة الممتصة. طب الطاقة الممتصة كانت إيه؟ زي ما قلنا لسه في السؤال رقم 9، طاقة فصل جزيئات المذاب وطاقة فصل جزيئات المذيب. أما الطاقة المنطلقة اللي هي طاقة الإماهة اللي هي دلتا اتش 3. فعشان يكون طارد للحرارة يبقى أكيد الدلتا اتش 3 أكبر من الدلتا اتش 1 زي الدلتا اتش 2، فتكون اختيار رقم ج. كل مما يأتي يعبر عن عملية ذوبان طاردة للحرارة ما عدا. زي ما احنا لسه قايلين في السؤال 12، ذوبان طارد للحرارة يبقى دلتا اتش 3 هتكون أكبر من دلتا اتش 1 زائد دلتا اتش 2، أو دلتا اتش للسوليوشن تكون أقل من الصفر عشان تطلع بمقدار سالب، أو درجة الحرارة بعد الذوبان أكبر من درجة الحرارة قبل الذوبان. يبقى هو بيقول لي ما عدا، يعني مين المعلومة الغلط؟ أول حاجة أنا عندي دلتا اتش 3 أكبر من دلتا اتش 1 زائد دلتا اتش 2، المعلومة دي صح. طيب دلتا اتش سوليوشن أقل من صفر يعني أقل من صفر يعني سالبة، صح لأنه طارد للحرارة. درجة الحرارة بعد الذوبان دلتا تي 2 أو التي 2 أكبر من تي 1، درجة الحرارة بعد الذوبان أكبر من درجة الحرارة قبل الذوبان، صح. طب هنا دلتا اتش 1 أكبر من دلتا اتش 3 زائد دلتا اتش 2، يعني أنت كده عايز تقول إن دلتا اتش 1 لوحدها أكبر من دلتا اتش 3، طب ما كده يبقى غلط، لأن الدلتا اتش 3 المفروض أكبرهم. إذا كان دلتا اتش 1 أكبر من دلتا اتش 3 زائد دلتا اتش 2 يستنتج أن، ركز بقى كده معايا حضرتك، معنى إن دلتا اتش 1 أكبر من دلتا اتش 3 زائد دلتا اتش 2 يبقى في الحالة دي دلتا اتش 1 زائد دلتا اتش 2 هتكون أكبر من دلتا اتش 3. ليه؟ لأن الدلتا اتش 1 لوحدها أكبر من دلتا اتش 3، يبقى لما أحط عليها الدلتا اتش 2 أكيد المقدار ده هيكون أكبر. طب لما المقدار ده اللي هو الطاقة الممتصة، ما احنا قلنا دلتا اتش 1 فصل الجزيئات بتاعة المذاب ودلتا اتش 2 فصل جزيئات المذيب، ده ماص وده ماص. أما دلتا اتش 3 اللي هي طاقة الإماهة ده كده إيه؟ ده طارد. فلما يبقى طاقة الامتصاص أعلى من طاقة الطرد يبقى كده التفاعل ماص للحرارة. يبقى الذوبان بتاعي طارد؟ لأ. ماص؟ يبقى الدلتا اتش بصفر؟ لأ. طب الدلتا اتش أقل من الصفر يعني سالبة يعني طارد؟ لأ. يبقى اختيار رقم باء هو الاختيار الصحيح. الشكل المقابل يعبر عن مخطط ذوبان تفاعل طارد للحرارة. أي مما يأتي يمثل 1 و2 على الترتيب. لو احنا بصينا لرقم 1 هنلاقي إن اللي حصل دلوقتي دي الطاقة بتاعة المادة امتصت قدر من الطاقة ده في الأول. طيب امتصت قدر من الطاقة عشان تديني إيه؟ عشان تديني الدلتا H1 زائد دلتا H2. يبقى ده كده يبقى رقم 1 دلتا H1 زائد دلتا H2 اللي هو عشان امتصت قدر من الطاقة عشان تعمل فصل للجزيئات بتاعة المذيب والجزيئات بتاعة المذاب. يبقى هنا كده ده رقم 1.
السهم اللي نازل لتحت ده الطاقة المنطلقة بقى عشان توصل للمحلول بتاعك. طب الطاقة المنطلقة دي اللي هي مين؟ دلتا اتش 3. طب فرق الدلتا اتش 3 من الدلتا اتش 1 والدلتا اتش 2، ده الفرق ما بينهم حضرتك، ده اللي هي مين؟ الدلتا اتش سوليوشن. يبقى انا كده عايز مين؟ رقم 1 دلتا اتش 1 زائد دلتا اتش 2، رقم 2 دلتا اتش سوليوشن. يبقى اختيار رقم أ. إذا علمت أن حرارة الذوبان القياسية لملح كلوريد الكالسيوم CaCl2 تساوي كذا، أي العلاقات الآتية تعتبر صحيحة؟ مادام حرارة الذوبان بالسالب يبقى التفاعل طارد للحرارة، ومادام طارد للحرارة يبقى دلتا اتش 3 أكبر من دلتا اتش 1 زائد دلتا اتش 2. يعني دي كده غلط، ما ينفعش تقول لي يساوي، ودي كده صح عشان أكبر منهم، ودي كده غلط عشان ما ينفعش تكون دي الكبيرة، ودي كده غلط ما ينفعش تكون أقل منهم. يبقى اختيار رقم ب. ما نوع ذوبان غاز كلوريد الهيدروجين في الماء وما التفسير العلمي لذلك؟ الراجل ده طلع لي الطاقة مع النواتج، يعني احنا قلنا HCl في مية اداني HCH موجب اكوس زائد Cl اكوس زائد طاقة، يبقى انا طلعت ده كده ايه؟ الطاقة طالعة في النواتج. ما دام طالعة في النواتج يبقى الراجل ده طارد للحرارة. طارد للحرارة يبقى ده غلط وده غلط، وما دام طارد للحرارة يبقى الدلتا اتش 3 أكبر من الدلتا اتش 1 زي الدلتا اتش 2، يبقى دي كده غلط عشان هنا، ودي كده هتبقى اختيار صح، اختيار رقم د. إذا علمت أن دلتا اتش سوليوشن لكلوريد الصوديوم تساوي كذا، فما نوع ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء؟ تاني، ما دام موجبة يبقى كده أنا بتكلم في تفاعل ماص للحرارة، يبقى مبدئيا ماص دي غلط، دي غلط. في نفس الوقت ما دام ماص يبقى الدلتا اتش 1 زائد الدلتا اتش 2 اكبر من دلتا اتش 3. ولو انت لسه باصص على السؤال بتاعنا من دلوقتي يبقى بستأذنك ترجع للسؤال رقم 9 عشان هتاخد شرح بالتفصيل من اول سؤال 9 و10 و11 عن دلتا اتش 1 ودلتا اتش 2. اذا كانت طاقة تفكك ملح نترات الامونيوم في الماء تساوي 150 كيلو جول، وطاقة إماهته تساوي 120 كيلو جول، وطاقة تفكك الماء تساوي 100 كيلو جول، فما نوع الذوبان في هذا الملح؟ طيب، تفكك الملح دلتا اتش 1 ودي بتكون بالموجب لأنها مصة للحرارة. طاقة الإماهة دلتا اتش 3 ودي بتكون بالسالب لأنها طاردة للحرارة. وطاقة تفكك الماء دلتا اتش 2 عشان دي بتكون ايه؟ بتكون كده ماصة للحرارة، بتكون موجبة. عشان نحسب الدلتا اتش للذوبان ده هنقول دلتا اتش 1 اللي هي 150 زائد دلتا اتش 2 اللي هي 100، وبعد كده هنقول ناقص 120 عشان الدلتا اتش 3 هنحطها بالسالب، يبقى سالب 120 تديني موجب 130. موجب 130 افهم منها ان التفاعل ماص للحرارة، يبقى غلط وماص للحرارة اختيار رقم د، ودي غلط. يذوب كلوريد الأمونيوم في الماء حسب المعادلة. أي العبارات الآتية تعبر عن عملية الذوبان السابقة؟ مبدئيا هو حط لي هيت في المتفاعلات، يعني معنى ذلك ان التفاعل ده امتص طاقة عشان يقوم بعملية الذوبان، يبقى التفاعل ماص للحرارة، وبالتالي يبقى دلتا اتش 3 أقل من دلتا اتش 1 زائد دلتا اتش 2، أو طاقة الإماهة أقل من طاقة الفصل. مجموع طاقتي فصل جزيئات كل من المذيب والمذاب عن بعضها يكون أقل، لا ده هما أعلى، الفصل أعلى من الإماهة. طاقة فصل جزيئات المذيب وطاقة الإماهة، لا أنا المفروض عايز طاقة فصل الجزيئات وطاقة فصل يعني طاقة الفصل المذاب والمذيب يكونوا مع بعض أكبر من الإماهة. طاقة فصل جزيئات المذيب وطاقة الإماهة
برضو نفس الكلام. طيب مجموع طاقتي فصل جزيئات كل من المذيب والمذاب، ايوه، يكون اكبر من طاقة الاماهة. هو ده اللي انا عايزه. يبقى ج غلط واختيار رقم د هي اللي صح. عند إضافة قطرات من حمض الكبريتيك المركز في الماء ترتفع درجة حرارة الماء بسبب أن ارتفعت درجة الحرارة، يبقى معنى ذلك إن الذوبان بتاعي طارد للحرارة، ومعنى إن الذوبان طارد للحرارة يبقى طاقة الفصل أقل من طاقة الإماهة. يبقى مجموع طاقتي فصل الجزيئات المذيب والمذاب عن بعضها أكبر؟ لا. مجموع طاقتي فصل الجزيئات من المذيب والمذاب عن بعضها أقل من طاقة الإماهة؟ طيب طاقة إبعاد الأيونات أكبر؟ لا. ما هو طاقة الإبعاد اللي هي طاقة الإيه؟ الفصل، ما ينفعش تكون أكبر من الإماهة. طاقة إبعاد الأيونات أقل من طاقة الإماهة؟ وارد، بس أنت عندك كمان إبعاد الأيونات دي أنت كده بتتكلم في مين؟ في الجزيئات بتاعة المذاب. طيب فين جزيئات المذيب في الموضوع؟ يعني ممكن يكون إبعاد الأيونات مثلا أقل من طاقة الإماهة، بس لما حطينا عليها الطاقة بتاعة فصل جزيئات المذيب بقت أكبر من الإماهة، ما اضمنهاش. يبقى الجملة صحيحة، الجملة صحيحة، ولكنها ليست السبب الكافي، فمش هنختارها، ولكن هنختار رقم باء عشان جايبة المعلومات كاملة عن فصل جزيئات المذاب والمذيب والإماهة. إنما هنا هو جايب لي جزيئات المذاب والإماهة، ما جابليش سيرة الإيه؟ المذيب. إذا علمت أن حرارة الذوبان القياسية لملح يوديد البوتاسيوم تساوي 14 كيلو جول لكل مول، أي العبارات الآتية يستحيل أن تكون صحيحة؟ طيب يستحيل يعني أنا عايز الجملة الغلط، وفي نفس الوقت حرارة الذوبان موجبة، يعني أنت بتكلمني في ذوبان ماص للحرارة. يبقى ذوبان ملح كي آي في الماء ماص للحرارة. والله الراجل قال أول جملة صح. طيب طاقة إماهة أيونات بوتاسيوم تساوي كذا، وارد. طاقة إماهة أيونات اليود تساوي كذا، وارد. طاقة ارتباط أيونات البوتاسيوم والآي بالماء أكبر من طاقتي فصل أيونات ملح الكي آي وجزيئات الماء عن بعضها، هي دي الغلط. يبقى رقم ب وارد، الله أعلم، أنت قول كل اللي أنت عايزه، تمام. رقم ج وارد، الله أعلم، أنت جايب لي طاقة إماهة أيونات البوتاسيوم وجايب لي طاقة إماهة أيونات اليود. كنت شفت طاقة الفصل كام بتاعة اليوديد البوتاسيوم، ولا شفت طاقة الفصل كام بتاعة المية؟ لا، هو الكلام عليه جمرك. لكن في رقم د الكلام واضح وصريح، بيقول لي إن طاقة الارتباط اللي هي طاقة الإماهة، ببساطة طاقة الارتباط بالمياه اللي هي طاقة الإماهة أكبر من طاقتي فصل الأيونات. لا، أكبر من طاقتي الفصل كانت حضرتك تبقى طارد للحرارة مش مصل للحرارة، فعشان كده رقم د هي الاختيار اللي أنا عايزه. يبقى احنا عاملين عليها غلط عشان هي الجملة الغلط، هو عايز الجملة الغلط مين، فبقت كده إيه الاختيار بتاعي رقم د. حرارة التخفيف. في المعادلة المقابلة يسمى التغير الحراري المصاحب لهذه العملية بحرارة. طيب ايه اللي حصل قدامي؟ عندي H2SO4 حطيته في مية، اداني H2SO4 كان تركيزه 98% بقى 30%، يبقى انا كده بتكلم في تخفيف. يبقى كان عندي تركيز كبير بقى تركيز قليل، يبقى انا كده بتكلم في ايه؟ في تخفيف. اختيار رقم د. أي المعادلات الحرارية الآتية تعبر عن حرارة التخفيف القياسية؟ حرارة التخفيف يبقى أنا كان عندي محلول وخففته، مش عندي صلب ودوبته. يبقى حرارة التخفيف كان عندي محلول وخففته بالمية، يبقى ده صلب وحطيت عليه مية، ده كده ذوبان. حتى معمولة غلط، ده مديني في الآخر ليكويد، وليكويد زي ما يكون أنا إيه سيحته، لا دي غلط في كل الأحوال أصلا، ولا ذوبان ولا تخفيف. هنا صلب واداني اكويس، ده كده ذوبان، برضو غلط، انا عايز تخفيف.
ده اكوس يعني محلول وحطيت عليه ميه واداني اكوس، يبقى الراجل ده هو ده التخفيف اللي انا عايزه. NaCl سوليد مع الميه اداني اكوس واكوس، يبقى ده برضو ذوبان وتبقى ما تلزمنيش. يبقى الاختيار الصحيح عندي اختيار رقم دي. من المعادلتين الآتيتين أي مما يأتي يمثل دلتا اتش ديليوشن لحمض الهيدروكلوريك؟ دلتا اتش ديليوشن معناها ان انا معايا HCl aqueous زائد N من ال H2O اللي هي عملية التخفيف بتاعتي اداني HCl aqueous. طب تعالى ننفذ كده حضرتك. عملنا ايه؟ انا عايز اوصل من المعادلتين دول للمعادلة دي، ناخد المتفاعلات بتاعتنا واحد واحد. اول حاجة HCl aqueous انا عايزها هنا ايه؟ بالموجب، يعني انا عايز المعادلة دي تنزل زي ما هي لان هي متفاعلات عايزة متفاعلات، و HCl aqueous برضو متفاعلات عايزة متفاعلات، يبقى إذا أنا هجمع، وال NH2O برضو متفاعلات لأن هنا أكبر من هنا، يبقى هجمع المعادلتين مفيش أي مشكلة خالص. يبقى بجمع المعادلتين ال HCl جازيوس هتروح مع ال HCl جازيوس، ال 10 H2O هيروحوا مع جزء من ال 200 يتفضل 190، فتبقى النتيجة بتاعتي HCl aqueous زائد 190 H2O يديني HCl aqueous، ويبقى هو ده كده التخفيف بتاعي. يبقى زي ما جمعتهم هجمع الدلتا اتش يبقى موجب 69 مع سالب 74، لو حسبتها هتدي لك سالب 5 تقريبا، اللي هي اختيار رقم ب.